ينفع اجيب يا ماما بيبسي؟ ما انت عارف الحاجات دي يا زين مضرة عليك جدا. والنبي يا ماما. طيب خد واحدة بس. حاضر اهو. اجيب ايه تيجي نجيب موز، اجيب لك موز. ايوه ما انا اصلا كنت هاخد موز. طيب اوكي هات يلا. اجيب ايه تاني؟ هاخد بيتزا. مش عارفة. بس يا زين بيتزا ايه؟ ما احنا اتغدينا. اتغدينا يا ماما، لسه هنتغدى، ده لسه في تاني واحنا هنروح الطيارة هنجوع. طب استنى كده اما اشوف، اجيب مناديل اخليها في شنطتي كده يمكن ايوه نحتاجها. خدي هنحتاج. طيب هاخد حتة بيتزا. خدي. وخدها كلها يلا. انا اخدتها. عشان مش هينفع ناكل في الطيارة، هما هيدونا اكل فوق. فانا اكلها دلوقتي. طيب يلا خلاص يلا بقى نروح نحاسب، كفاية كده احسن احنا اتأخرنا قوي على ميعاد الطيارة. والطيارة ممكن تفوتنا. كام كده لو سمحت؟ 60 جنيه. اتفضل. حاضر. يلا يا زين، هتشيل مني ولا ايه؟ ولا هتعمل زي كل مرة ومش هتشيل حاجة؟ هشيل كل حاجة يا ماما. والله انت ما بتشيلش حاجة، انت بتقعد تقولي كده وفي الاخر ولا بتشيل ولا بتعمل. اهو يا ماما ادينا اخدت كله وانت مشيلتيش اهو. اخيرا وصلنا المطار، كان طريق متعب قوي. ممكن كتير وكان. طب يلا نخش عشان هنعدي بقى في الكشف دوت يشوفوا لو معانا حاجة. تعالى يلا يا زين، بتجري ليه؟ ما بجري عشان هجري. يلا يا زين بقى، خليك محترم ومؤدب. حاضر. يلا بقى نسلم الشنطة. حاضر. انا قلت الدنيا النهارده هتبقى زحمة قوي في المطار، الدنيا فاضية جدا. الحمد لله. الحمد لله. انت كنت فاكر؟ انا كنت فاكرة هنتأخر قوي. وانا كنت فاكر ان احنا هنروح هنلاقي الدنيا زحمة. لا الدنيا جميلة. ان يا خسارة ادم بقى راح مع بابا، عشان كده النهارده بقى يلا هنقعد الاسبوع ده من غيره ووراه امتحانات. صح. بابا راح فين؟ راح مشوار وهياخده معاه، رايح عند تيتا. واحنا مسافرين. يلا هو بقى. برضك قاعد بقى مع بابا وهيبقى مبسوط اما ناخد الاجازة نسافر كلنا. لو راجع بقى لو هيتصدموا لو رجعوا ملقيني. لا هم عارفين يعني هنسافر من غير ما نقول لهم. فيها ايه لو عملنا مقلب فيهم؟ لا طبعا. وبعدين المفروض راحة اسبوع كده شغل وبعد كده هرجع تاني، ممكن اقعد اقل من اسبوع، ممكن يومين ونخلص الشغل اللي ورانا. ممكن صح. يلا بقى كده، ايه رأيك في الطيارة؟